فيروس الرياضه المصريه. كابتن احمد شوبير. الكابتن احمد شوبير يعني ربنا يسامحه. بس احمد شوبير عدو ولا حبيب؟ هو كان حبيب بس دلوقتي بقى عدو، مش عارف ليه. هو اللي خلاه بقت عداوه. انا مش من ناحيتي، من ناحيته هو. ربنا يهديه. ربنا يهديه. مش عايز تقول حاجه تانية؟ لا بس ربنا يهديه والله، والله بجد بيصعب عليا والله. بيصعب عليا والله. اصل في حد كده ممكن يعني عارفه يعني الطيبه كده بتبقى جواه فبتظهر على الشاشه، وفي غل بيبقى داخلي كده فبيظهر تلقائي. هي ده اللي من مين؟ مش مني انا بس، من الكل. اي حد يختلف معاه، اي حد ملوش مصلحه معاه بيبان عليه الوش على طول. اول ما تعرفي بيهاجم حد اعرفي ان كان في يعني في حاجه كانت هتمشي بس ما مشيتش على طول. على طول والله كده. بص هاجم لا خلاص ده كان في حاجه هتحصل وما مشيتش على مزاجه هو. احمد شوبير يطلع يقول لك ان سمير زاهر وهنا وريده دول من النظام السابق. النظام السابق ايه؟ هو انا كنت بروح اذيع حفلات والنهائيات بتاعت الحزب الوطني؟ هو انا السيديهات اللي موجوده دي كنت انا بتكلم مع احمد عز ومع الناس اللي بتوع الحزب الوطني دي الاعداد بتاعتهم؟ يعني ما تخلوناش نتكلم. طب بتتكلم ليه؟ لكن مش هنطق ده. في حاجات كتيره قوي اقدر اقولها يا شوبير، حاجات كتيره قوي من يوم من واحنا بنلعب، واقدر اطلع التاريخ كله. لكن انا عيب، ما ينفعش. احنا كنا بنشتغل في قناه واحده وانت طلعت انتقدتني وانا طلعت انتقدتك لما قلت هقطع دراعي ومش هخش انتخابات اتحاد الكره ودخلت الانتخابات. قلت لك هتمشي بدراع واحده شوبير، وكان المنظر سيء. واحد ده طلب مني انا من فتره ان بنته وزوجها يروحوا يشتغلوا في قطر، وقال لي عايزهم في مكان امن ما فيهوش مشاكل، الوضع هنا تعبني وانا عايز اخد الولاد واحده واحده على هناك، بس ما يعرفوش يا احمد ان دول ولادي. طلب مني كده. ده الكابتن احمد شوبير؟ طبعا. طبعا اللي احمد شوبير اللي طلب منه انه هيحضر نهائي كاس الامير، راح له طب اجيب مراتي وبنتي معايا؟ لا انا لا مش انا بدي لك قد ايه هو مرتبط بهذا البلد اللي هو بيقول عليه مخطط. هو مرتبط بيه. كاس الامير مين؟ كاس امير قطر لما دعوه عشان يحضروا. قال لهم امتى ده؟ في اي السنه اللي فاتت دي لما راح دعوه هناك، وكل النقاد الرياضيين بيروحوا هناك عادي جدا، مفيش مشكله، كله جميل وكله زي الفل. هو الكلام بس اللي بيبقى كده. لا هو حتى سبورتس لها شعبيه ضخمه جدا دلوقتي في الشارع الرياضي المصري، حتى لو ارتأى احمد شوبير غير ذلك، او حتى لو حاول هو من تحت الحزام يدي، هو معتاد اللي هيضرب تحت الحزام. وعايز اقول له ان علي علويه مستمر معانا، ما عندوش اي مشاكل، وكل الناس مستمره هنا، والكابتن طلعت يوسف وكل الناس مستمره ما عندهاش اي مشاكل. وعايز اقول له ان برنامج عصام شلتوت مش نسبه مشاهدته مش لا باس بها، نسبه مشاهدته عاليه جدا والحمد لله، وكل الناس هنا في القناه نسبه مشاهدتها